السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مبني على تجربة شخصية ودراسة اجتماعية صغيرة كده للدايرة اللي حولي، وتنويه كده. انا مش جاي اقول لك كلام تنمية بشرية وبتاع، انا جاي اقول لك رأيي واللي شفته ناسبني. وانا مبدئيا مش عايزك تفهم من الفيديو ده انك تبقى فاضي فعلا، واللي هو don't give a bleep ما تهتمش، مش لازم تطور من نفسك وتحسن من نفسك. لا لا، املى نفسك، املاها لحد فاهم ما يقف في زورك. والمعلوميه كل ما تتسع في الافاده والعلم كل ما هيتسع الوعاء، كل ما تاخد كل ما هيوسع مش هيضيق. المهم اوعى تكون فاضي، اعرف في ده وده وده وخليك متميز كمان. واللي هقوله ده مش بينطبق على قراءتك وثقافتك بس، لا بينطبق على كل حياتك حتى ده. طيب يا اخي لا تقرنت يا زي لعب معاه يا اخي. استلمه برجلك يا اخي، لا تتفنى بصدر ومدري كيف. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. اليوم جايك العب أيوة. من طرف صاحبي خالد. لك فيها طيب نص نص يعني مو ذاك الزود. ذاك الزود. حنشوف لعبك ان شاء الله. خلاص روح مع الفريق ذاك. الفريق هذا يس خلاص تم. شوف تلعب جيب نو شوف. سامحنا على التركيب والامور السيئه دي، بس فهمت الفكره. ودي اول حسنه في موضوع انك ما بتتكلمش على اللي بتحققه وقد ايه انت كويس. ما حدش مستني منك حاجه. انت لو قدمت وحش هيرضوا بيه، ما حدش هيقول ده كان وكان وادى وعود وبتاع. ما هو بالفعل ما يعرفش انت عندك ايه. مهمتك هنا انك لو عندك تثبت بالفعل. وعلى النقيض بقى، لو انت مش عاللها وفي ودن ده وفي ودن ده، انا عندي وانا عندي، لو قدمت اقل من سقف الطموحات اللي انت رافعه عند الناس في السماء اصلا مش هيرضوا. وده ممكن يسبب لك مشاكل بعدين. وقيس الكلام ده بقى في كل جوانب حياتك. شوف نفسك مع مديرك في الشغل، شوف نفسك مع مدرسك، شوف نفسك مع والدك، مع صحابك. وانتبه وادرك الموضوع ده قبل ما تيجي تقول يا ريتني مديت وعود. انا يزيد وانا حاسس ان انا مضغوط. يا عم انا بقول لك مفيش حد فيهم في مستواي اصلا. انت عارف انا بخطط للموضوع اللي كلمتك فيه ده تخطيط ايه ومتأمل فيه خير. ايوه يا عم، انا اخلص الشابتر الاول من الفيزياء كامل النهارده، بس انا ناوي انجز 5 اضعاف السنه اللي فاتت. انت عارف اني عامل تحدي اخلص 30 كتاب الشهر ده؟ وبعدين درجه غليان الماء 100 درجه مئويه، ودرجه غلياني انا لما اقول لحد حاجه وما اعملهاش. لاني اول ما اقول الحاجه دي اقعد تحت ضغط بقى، فلان ده يعرف اني هعمل كذا، فلان ده يعرف اني هنجز كذا، هتضغط. انت هنا مش بس مجرد انك بتعمل ايا كان الحاجه اللي انت بتعملها، لا انت حطيت نفسك في اطار انها بقت مفروضة عليك، وهتقعد تراكم 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 على نفسك وتوصل للتوهان وما تعملش حاجه خالص. بقيت في نفسك عايز تثبت للناس دي انك قد الكلام اللي انت بتقوله، وده كله وانت لسه ما وصلتش لأسوأ مرحله. والله يا اسطى انا شايف انك شخص طموح جدا وعندك افكار كثيره جدا حلوه، بتخطط لمستقبلك يعني بشكل دقيق. واتمنى صراحه اني ابقى زيك في يوم من الايام واعرف انا عايز ايه، واعرف اخطط واعرف اقول انا هروح فين. يعني وكمان انت اكيد يعني هتبقى حاجه عظيمه جدا في المستقبل، يعني من اللي انت بتقوله يعني ان شاء الله يا رب. انا بشفق عليك لو انت واصل للمرحله دي، وانا بجد زعلان، لان في ناس صحابي بيتفرجوا على الفيديو ده دلوقتي واصلين للمرحله دي، لانه المرحله دي خلاص هي الفشل، الهاويه. انت حرفيا بتتوهم انك بتعمل بس انت ما بتعملش. انت حسيت انه جالك مكافأة كده من غير ما تعمل حاجة، ده حقيقة، ولكن اللي كافئك ده بيوصلك احساس بالغلط انك عملت. وهنا يعجبك الشعور، ايه الانجاز السهل ده، واداك الدوبامين وانت اديت نفسك على قفاك. انا قارئ، انا لعيب كورة، انا فيزيائي، انا مخرج. لا، انت بتتوهم، انت فاشل وضعيف، مش راضي تقبل الواقع، انت واقع في الاحلام. خلوك بسببك تصدق الكذبة اللي انت صنعتها. ولكن لما تيجي الفرصة ويجي الشخص اللي قدر يفهمك ويديك بالقلم عشان يسحبك، اوعى تسيب ايده، لانه شخص بيحبك.
وعشان ما يحصلش لبس هنا، مش بالضرورة يكون شخص، ممكن يكون موقف، ممكن يكون اللي هي الهداية، القعدات العميقة مع النفس، ممكن يكون الفيديو ده برضو. وثانية برضو عايز اوضح حاجة، وانت فاكر كونك ما تكلمش عن نفسك، مش هنا واعوذ بالله من كلمة انا، فاكر انك هتخسر ايه؟ ولا حاجة. ما تفتكرش انك عشان ما بتظهرش هيبقى ده فعلا الانطباع عنك، وقيمتك هتكون قليلة وان انت فاضي فعلا. لا لا لا، بالعكس، الناس هتحترمك وتهابك وتقدرك وتحبك وترفعك فوق منزلتك كمان. والاهم من ده كله كمان، ده يوديك لطريق يخليك مكتوب عند ربك انك متواضع. واصلا كونك مش بتحاول تطلع نفسك اللي هو انا هو وتحسس نفسك والناس انك مهم كده، انت بتحسس الناس نفسها بقيمة في وجودك، خفيف عليهم، وبالتالي هم بقى اللي هيهتموا وهيعرفوا. مش دورك انت اللي تحاول تقحم نفسك بأي شكل. انا مش عايز ابان اني بجبرك على حاجة، لكن انا بقولك بس اللي مريت بيه. وعايز اقولك حاجة، نتيجة لكثرة كلامي اللي ما كانتش ضرورية، الفيديو اللي انت بتشوفه ده انا حاطط له ميعاد، المفروض ان انا بكون مصوره قبلها ب3 ايام اقل حاجة، انا حرفيا بصوره بعدها. انا يزيد، وانا مش عايز اكون مضغوط، وعايز انجز، وعايز ارضى باللي بعمله، وعايز اللي حولي برضه يرضوا. مش عايز حد يستنى مني فوق طاقتي. انا مش عايز اتوهم واحاول اقنع نفسي اني كويس بس عشان ده سهل. أه بحب افاجئ اللي بحبهم وبيحبوني باي انجاز بعمله، وفي نفس الوقت مفيش مشكلة اني اقول على حاجة بعملها في حالة مثلا اني محتاج مساعدة، او فرضا حد بيشاركني في شيء معين. بس الفكرة انه مش على طول، مش في غير الحاجة وبس. خلاص، لو تعرف حد عنده المشكلة دي وشايف ان الفيديو ده ممكن يساعده، ابعتهوله، وصدقني ده دليل على حبك ليه. ولو عايز تشوفني مرة تانية، عندك زرار الاشتراك، مش هياخد ثانية من حياتك حرفيا. انا هنا بنزل فيديو في الاسبوع مفترض. وعشان كتير سألوني الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات منزلش ليه، بص، انا هنا نظامي اعمل 8 فيديوهات كل اسبوع، يعني 8 فيديوهات متواصلة لمدة شهرين يعني. والتاسع هاخده اجازة، الاسبوع التاسع اجازة، او نقدر نقول بشكل تاني الفيديو التاسع مش هينزل يعني. وكانت اجازتي الاسبوع اللي فات. ايه حاجة تاني ختام يعني. فسلام من الله تعالى عليكم.